على بعد كيلومترات من مدينة القالة وبين أحضان الطبيعة يتسلطن قصر لالا فاطمة المكان بتاريخه العريق الذي يعود إلى حقبة الرومان. هذا القصر يروي قصة امرأة فضلت الينابيع مهرا لها على الجاه، تقول السيدة عائشة. الموقع الأثري قصر فاطمة هو موقع أثري يعود للفترة الرومانية، يعود للقرن الثالث ميلادي، واستمرت به الحياة إلى غاية القرن الثامن ميلادي. هناك تسمية محلية يطلقها سكان المنطقة وخاصة سكان العيون، بلدية العيون. القصر سمي على سيدة تسمى فاطمة وأطلق عليه اسم لالا فاطمة. يقال في الأسطورة أن لالا فاطمة هي سيدة ثرية ذات جاه معروفة في هذه الجهة. كانت أول شرط تشترط على السيد الذي يريد أن يتزوج بها هو أن يبني لها قنوات يجلب فيها المياه من المنبع الرئيسي للماء إلى القصر. وبالفعل هناك سيد الوحيد اللي وافق على هذا الشرط، ولما جلب لها هذا السيد المياه توفي في الأخير ولم يتزوج بها. وتبقى هذه الحكاية أسطورة قابلة أن تكون حقيقة وقادرة أن تكون خاطئة، قادرة أن تكون خرافة. وعلى هذا الأساس سمي هذا القصر بقصر لالا فاطمة، وهي تسمية متداولة بين الجميع حتى في سكان ولاية الطارف، معروف باسم لالا فاطمة. بالرغم من ثقل السنين على هذا الصرح الروماني، إلا أنه ما زال يحمل في طياته الكثير من الأحداث والقصص الغامضة، فجدرانه المسقولة وخزائنه المائية ومعاصر الزيتون المترامية بين أطراف القصر، كل هذا شاهد على القيمة التاريخية لهذا المعلم. القصر يتكون من عدة عناصر، اللي هو القصر بحد ذاته، ومعاصر لزيت الزيتون اللي تحيط بالقصر، وخزانات للمياه مع الحمام، وقنوات المياه اللي تنطلق من المنبع الرئيسي للماء إلى أن تصل للخزانات. القيمة التاريخية لهذا القصر أن ولاية الطارف عندها وزن، أن جميع الحضارات تداولت على هذه المنطقة، من بينها الحضارة الرومانية. القيمة السياحية أن أي إنسان اللي يجي هذا المنطقة راح ينبهر بهذا الموقع من ناحية الطبيعة، من ناحية الطقس، المناخ، من أي ناحية تجلب السواح لولاية الطارف. لا يزال قصر لالا فاطمة الأسطوري صامدا مقاوما غضب الطبيعة لمئات السنين، مختفيا بين الأشجار، محاولا الصمود لفترة أطول دون أن يفقد مكانته التاريخية، منتظرا من يبعث الحياة فيه من جديد.